القصة الحقيقية ديال الطفل المغربي ريان من الاول حتى الاخر، الواقعة اللي زعزعت العالم كامل وماشي غير المغرب. في فشاون في 2022 في نهار 2 في شهر 2 ريان طفل مغربي في عمره 5 سنين، وكأي دري صغير ريان كان كيلعب حدا دارهم، ودازت غير شوية د الوقت والاب حس باللي ريان اختفى. قالها الام ديالو ناضوا بالزربه باش يقلبوا عليه، وهما كيقلبوا سير لهنا اجي لهنا لقاو باللي البئر اللي حدا دارهم محلول، يعني البئر اللي حدا الدار ديال العائله ديال ريان اللي من ديما كان مسدود معليش الغطا ديالو. وبهاد المعلومات كامله اللي كاينه عندهم فكره وحده اللي بقات هي ان ريان طاح في البئر. كمعلومه بزاف الناس خرجوا لمواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا باللي ريان كان غير باغي يجرب داك الغطا ديال البئر واش غادي يتحملوا ولا لا، وكاين اللي كيقول باللي راه غير كان كيجري وهو يدوز فوقه وهو يطيح. الاب ديال ريان فاش ضربات ليه فراسو باللي ممكن ريان يكون في البئر صونا للسلطات باش يجيو ينقذوا ليه ولده، فعلا جاو دغيا وباش يتاكدوا واش فعلا ريان كاين تما ولا لا. فريق الانقاذ نزلوا الكاميرا لتحت ديال البئر وفعلا لقاو باللي ريان مسكين كاين في البئر، وما كانوش عارفين واش عايش ولا لا، حيتاش الطفل ريان كان في البئر ديك الوقيته لمده 20 ساعه. ولقاو باللي ريان عنده جروح في الراس، حيتاش العمق د البلاصه اللي طاح فيها هي 30 متر، يعني باينه غادي تكون طيحه خايبه. والمشكل اللي لقاو رجال الانقاذ هي ان ريان ما كاينش في قاع البئر، ولكن كاين غير في الوسط ديالو فوق واحد الحجره. والعمق الحقيقي د البئر لقاوه باللي هو 60 متر وماشي 30، يعني الصخره اللي جالس عليها ريان ولا وقع شي مشكل فراه غيعاود يطيح 30 متر وحده اخرى. اول حاجه داروها رجال الانقاذ هي انهم طلقوا الاكسجين في البئر باش يتنفس ريان، وحيتاش داك البئر بالضبط ضيق بزاف. اول خطه غادي يديروها رجال الانقاذ اللي هي اكثر خطه مناسبه هي ينزل شي شخص ويجبد ريان ويعاود يطلعو. وفعلا كان واحد المتطوع سميتو عماد اللي هو عضو من هلال الاحمر المغربي، دري اللي متخصص في تسلق الجبال وكيدخل المغارات وكتعاونوا الفورمه ديالو اللي رقيق بزاف وصغيور. هاد الخطه منطقيه وسهله ياك، ولكن عماد مع بدا كينزل في البئر وصل 12 متر ولقى المساحه ضيقه بزاف، ضيقه بواحد الشكل اللي ما يمكنش باقي فين يزيد، ومستحيل انه يتخطى ديك البلاصه الضيقه الا وغادي يفقد الوعي ديالو. والحاجه الايجابيه من هاد النزله ديال عماد هي انه شاف بلي ريان باقي حي من بعد 26 ساعه وهو تما مسكين. رجال الانقاذ فقدوا الامل في ان شي واحد يهبط وهو يجبد ريان، يعني مستحيل وما يمكنش. وفي ديك الوقيته كانوا كيجيو دراري صغار باش يتطوعوا كيجيبوهم والديهم باش هما ينزلوا للبئر ويتقوا ريان، ولكن رجال الوقايه المدنيه ما كيخليوهمش حيتاش ما بغاوش شي واحد اخر يوقع ليه نفس البلان ولا يطرا شي مشكل، يعني بلا ما يغامروا ويشوفوا شي خطه احسن. ولقاو الحل الثاني اللي كاين هو انهم يحفروا الجبل كامل ويجبدوا ريان من التحت وماشي من الفوق. بداو التطبيق وكثر من 10 السوايع وهما كيحفروا في الجبل، ولكن المشكل اللي لقاو هو ان التربه رطبه بزاف وخافوا انها تطيح على ريان وحسوا بتزعزيع وما يحبسوا. وفي لحظه كلشي تصدم وبقى غير كيشوف صحاب ليهم واش البئر تهدم. ولكن رجال الانقاذ دغيا يعلموا بسرعه بلي ان البئر باقي كاين وباقي ريان حي. ومن جهه اخرى ديال هاد القصه الخبر ديال ريان انه في البئر انتشر كالنار في الهشيم، ماشي في المغرب ولكن في العالم كامل. وهاشتاغ وحده اللي تدارت في العالم كامل هي انقذوا الطفل ريان المغربي. ومن بعد الضجه الاعلاميه الكبيره دازت ساعات فقط وتجمهروا الناس من جميع مدن المغرب في ديك المنطقه، واللي عنده واللي ما عندوش كلشي جاي باش يعتق الطفل ريان ويعطي ما عنده، واللي قد على شي حاجه يديرها. ولكن السلطات دارت احسن قرار وعرفات باللي الا جا كل واحد يرغب بلغاه فراه غادي تنوض العشوائيه والروينه. داكشي علاش السلطات زادوا في رجال الامن وداروا لي بارير باش يحبسوا البشر اللي كيفوتوا 200 واحد وكثار. المئات ديال الناس مشاو لتما، وكاع الصحف المغربيه والعالميه وقفوا تما وكيسجلوا لحظه بلحظه. دازت 40 ساعه من ان ريان كاين في البئر وقدروا انهم يوصلوا للعمق ديال 20 متر في الحفير ديال الجبل. وريان مسكين في التحت ديال البئر كينزلوا ليه الحليب اللي فيه المغذيات وفيه حتى المسكنات ديال الالم. ولكن راه 40 ساعه هو في البئر بدون حركه وبدون الدم ديالو ما يدور، يعني الخطر على ريان باش يفقد الوعي في اي لحظه كبير. وزيد عليها كان تما في وقت البرد، يعني واحد البرد قارص غادي يكون في التحت ديال البئر، معاناه ما غاديش تبغيها حتى العدوك. وتخيلوا معايا هو غير طفل لا حول له ولا قوه، الاطراف ديالو يديه ورجليه غادي يكونوا مقلاصين وكيضروه بالبرد، والظهر ديالو اللي بقى في وضعيه طويله 40 ساعه
زائد الخلعه ديال الظلام ديال البير وهو فقط غير طفل ديال 5 سنين. وماماه مسكينه اللي كل ثانيه هو في البير القلب ديالها كيتقطع، وباباه مسكين اللي كيهضر في وسائل الاعلام وحابس البكيه بحال شي غلاقه كاين ليه في حلقه وهو ما قادر يدير والو. داكشي علاش رجال الوقايه المدنيه قرروا انهم يزيدوا في الجهود ديالهم، جابوا عدد كبير من الجرافات باش انهم يسرعوا في عمليه الحفر، واللي كيحفروا بدوك التراكسات حتى هما محترفين، حيت ما خصكش تحفر بداك الجهد اللي غادي يخلي البير يتردم، اللي كيعني خطا بسيط من اي واحد كتعني الخساره ديال ريان. جابوا هليكوبتر وسيارات الاسعاف باش مع يخرج ريان يديوه النيشان للسبيطار. كلشي حط الانظار ديالو على الجرافات كيحفروا وما باقي والو الريان، والجرافات وصلوا للطبقه الاخرى وما يحبسوا ولاو كيتسناو الخبراء باش يقولوا لهم كملوا. ومساكن دوك الابطال اللي كيسوقوا دوك التراكسات عيانين وفيهم النعاس وما ناعسينش دوك 2 ليلات، ومع ذلك كيقولوا في وسائل الاعلام انهم باقيين يقدروا يصبروا سيمانه اخرى وهما كيحفروا باش يجبدوا الطفل ريان. وهاد الابطال كيقولوا باللي ما بقاش كيهمهم راسهم كاع الا تردم عليهم داكشي. الناس خلف الشاشات كيبكيو لايف واحد، تخيلوا معايا كيتفرجوا فيه اكثر من 200 الف واحد، عدد اللي مهول الصراحه. الجرافات وصلوا لواحد البلاصه اللي حساسه بزاف واي خطا ممكن يمشي كلشي، داكشي علاش الخبراء قرروا انهم يحيدوا الجرافات ويبقى غير الحفر اليدوي باش البير ما يريبش ولا يتسد على ريان. تقريبا بقات غير 3 متر على ريان، ولكن الرجال اللي كيحفروا يدويا واقفين وباقي معطلين وغاديين بواحد الوتيره اللي بطيئه، وكاع الناس اللي وراء الشاشات واللي واقفين تما معصبين وكيقولوا علاش هادو واقفين، واش هادو ما بغاوش يخدموا، واش كيديروها بالعاني. الطفل كيتألم وهما حابسين، وتم فين تضطر المتحدث الرسمي ديال فرقه الانقاذ باش انه يخرج في تصريح. قال للناس باللي حنا في واحد البلاصه اللي حساسه والتربه ديال هاد المنطقه اللي هشه بزاف وما بيناش نغامروا ونضيعوا كاع هادشي اللي درنا، واكد لهم باللي قدروا انهم يحفروا 22 متر وما باقي والو. تم فين الناس فهموا الامر وما بقاوش معصبين، ولكن اللي ما قالش هو انه واش الاكل وصل للريان وما نفاش انه ما وصلوش. وبقات هذه واحد العلامه ديال الاستفهام. تما فين ولاو كيسولوا الناس واش كاع الا وصلت الماكله للريان واش غادي يكون كلاها ولا لا. تما فين غادي تجي اسبريسو تزيد في الشعله، وقالت لهم باللي الاخبار ديال الاكل والشرب ديال ريان زائفه. والحفر ديك الوقيته وصل ل 27 متر، والاب ديال ريان خرج في تصريح وقال لهم باللي تقريبا باقي 4 السوايع، ولكن هو ما في خبارو والو. واخيرا الحفر وصل للمسافه اللي ولا مع ريان بحال هكا، ودابا الخدمه اللي بقات هي انهم يحفروا يدويا البير عند ريان، وباقي يحفروا من التحت باش يجبدوه من التحت. ولكن الخطر ديال الانهيار ديال البير باقي كاين، ودابا كاع ولا بالجهد، يعني في اي لحظه يقدر يريب كلشي. بداو كيحفروا حسوا بانهيار طفيف وحبسوا شويه، ورجعوا عاوتاني كيحفروا ما همهمش راسهم نهائيا انهم يطيح عليهم الردم. والمشكل اللي كاين في الجهه ديال الاعلام هو ان كل صحفي وكل واحد كيبقى يشير باللي جا، وبنادم كيكذب غير باش يجيب المشاهدات. ها اللي كيقول ريان مات، ها اللي كيقول ها شوف ريان خرج. والناس اللي متاثرين ومتبعين الحدث لحظه بلحظه كيزيدوا يتاثروا نفسيا وكيمرضوا، وحتى السلطات اللي خصهم يعطيو الاخبار بسرعه باش يطمئنوا الناس ما كيعطيوهمش بالزربه، وحتى التغطيه الاعلاميه العشوائيه اللي عندنا في المغرب زاد تكفستها. وهذه الصراحه هي واحد الحاجه اللي خصها تطور في البلاد، والصراحه حتى الصحف اللي عندنا في البلاد ما عندهاش واحد المصداقيه، حيتاش ولاو كيلوحوا غير اللي كان غير على المشاهدات. دازت الوقت ديال الحفير والتربه ولات كتنهار بشكل كبير، وفاش كطيح التربه كيرجعوا الجرافات وكيحيدوها باش يكملوا الحفير. ومن اهم الاشخاص اللي سرعوا العمليه ديال الحفر اليدوي هو هذا الشخص اللي كيلقبوه بالصحراوي، اللي هو خبير وعنده تجربه كبيره في حفر الابار، اللي قرر انه يتطوع بالمجان بالخبره والمجهود ديالو باش يحفر ويجبد ريان. الشخص اللي بين الليله وضحاها المغاربه كاملين ولاو كيعرفوه، كاملين ولاو كيبغيوه. اللي هاد البطل بقى كيحفر لكثر من 20 ساعه بلا ما يوقف. وحاليا هنا فين وصلنا، دخلنا اليوم الرابع من عمليه الانقاذ ديال ريان. رجال الوقايه جابوا هاد الانبوب الحديدي باش يحيدوا المخاطر ديال الانهيار وباش يخرجوا ريان بسرعه ويكون بحال شي ممر وسط الجبل. دازوا ساعات من الحفر اليدوي وباقيين خدامين فيه، وتقريبا بقات غير 90 سنتيمتر ما بين الناس اللي كيحفروا وما بين ريان، وبالحضور ديال الام والاب ديال ريان. وجابوا فرقه طبيه مختصه باش في اللحظه فين يخرج ريان يديروا ليه عنايه طبيه مركزه. كلشي متوتر، كلشي خلف الشاشات ساكت وكيتفرج، كلشي كيتسنى. السياره ديال الاسعاف حتى هي مديماريه وكتسنى ريان يخرج باش تدي الهليكوبتر. وفي لحظه جا الخبر اللي فرح العالم كامل انه ريان خرج من البير.
العالم كامل فرح، الناس اللي تما والناس خلف الشاشات كيبكيو بالفرحه، وكلشي كيشوف الفرقه الطبيه اللي هز الريان وكيجريو به لسيارات الاسعاف. مواقع التواصل الاجتماعي ديال العالم كامل وخصوصا العالم العربي مبلبلين وفرحانين بالانقاذ ديال الريان. دازت 5 دقائق من بعد 5 ايام بلا اكل في البرد في الظلمه، وهذا الشيء كامل واقع للطفل اللي عنده 5 سنوات. جا الخبر اللي كيتسناه كلشي من عند الديوان الملكي. الطفل ريان رحمة الله عليه طاير من طيور الجنة. هنا العالم كامل بقى مصدوم وكلشي ساكت، كلشي تزعزع ليه قلبه تزعزيعه وحده. واش هذا الشيء كامل اللي وقع في الاخير ريان مات؟ لا ما يمكنش. القلوب ديال الناس كاملها بحال تهرسات في ثانيه. طفل اللي وحد الشعوب العربيه كلها لاول مره، طفل اللي نسى كلشي في المشاكل ديالو وبين ليهم باللي الحياه كبر من دوك المشاكل مات. لا ما يمكنش، والناس كامله بحال بغات تحماق. الاخوان العبره من هاد القصه ديال ريان كبيره بزاف، وصراحه ماشي عبره وحده ولا جوج ولكن بزاف د العبر. ولكن النصيحه اللي بغيت نعطي للوالدين هي انه ردوا البال لولادكم، واي حاجه ممكن تكون خطر عليهم حيت هما غير دراري صغار ومازال ما عندهمش الوعي الكافي، وكيبقاو غير اطفال وكيحبوا انهم يكتشفوا. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الحزين. ما كرهتش انكم تكتبوا لي في لي كومونتير باش حسيتوا فاش سمعتوا الخبر ديال الوفاه ديال ريان. خليو معكم واحد المتابعه الا حبات خاطركم، وواحد لايك لا بغيتو. كان معكم اوتي.